مساء الفل يا ست الكل. الفيديو ده مهم جدا لكل واحدة عندها غسالة أطباق. هنتكلم فيه تكملة للفيديو اللي فات عن القرص. لو أنا بستخدم قرص لازم أستخدم معاه ملح وملمع. أولا الملمع مش محتاجينه تماما مع القرص، أمال إيه؟ الملح ضروري مع الملمع. ده بيتوقف على ظروفك انت، ظروف غسالتك، ظروف المية فيها عسر ولا ما فيهاش عسر. المية ده يا جماعة اللي زي مثلا مياه الآبار، مية الترمبة، الأماكن اللي فيها خزانات مثلا وفيها المية فيها عسر، ده عسر المية بيكون فيه تكلسات كتير. طيب خلينا نتكلم أجزاء. تمام، نجزأها في الفيديو ده. لو أنت عندك عسر مية وبتستخدمي قرص، يبقى لازم مع القرص تستخدمي ملح، ما تحطيش ملمع. يبقى لو في عسر مية مع القرص نستخدم الملح، وما تفعليش زر القرص. ليه؟ لو فعلت زر القرص مش هيتسحب حاجة من الملح وانت عندك عسر مية اصلا. يبقى مع عسر المية نستخدم ملح مع الاقراص. لو استخدمتي بودر بطبيعة الحال بتستخدمي ملح كده كده. طيب اللي ما عندهمش زر قرص اصلا، اللي ما عندهمش تفعيل زر القرص، الغسالة ما فيهاش الاوبشن ده، تعمل ايه؟ ما تحطش ملح نهائي. ليه؟ الملح كويس للاجزاء الداخلية. ما هو القرص فيه ملح وانت حطيتي ملح، وكل غسلة الملح اللي في القرص مع الملح اللي انت حطاه ده هيعمل تغيير، وهيعمل خطوط بيضة، لان انت كده بقى عندك نسبة ملح كتير، نسبة ملح معالجة كتير. ده ما ينفعش. طالما انت ما عندكيش تفعيل زر القرص في الغسالة، يبقى تستخدمي قرص بدون ملح، لان القرص يحتوي على ملح ويحتوي على ملمع. انما لو هتستخدمي بودر هتحطي ملح وهتحطي ملمع، ده مع البودر، وده للغسالات اللي ما فيهاش تفعيل زر القرص. طيب يا ميخا انا ما عنديش عسر ميه وبستخدم اقراص برضه، بس انا عايزه احط ملح علشان خاطر انت قلت ان الملح بيحافظ على اجزاء الغساله الداخليه. ده كلام مظبوط 100%. طب اعمل ايه؟ اول حاجه انت هتحطي القرص وهتفعلي زر القرص، لكن هتيجي بعد 10 ايام او 10 غسلات ما تفعليش زر القرص. ليه؟ علشان تشغلي الحساس بتاع تنك الملح، لان كل مره بتفعلي زر القرص تنك الملح ما بيسحبش منه حاجه نهائي، وده بقى بيعمل مشكله كبيره جدا اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات. لو انت مركزه قوي وما بتنسيش وبتفعلي زر القرص طول الوقت، يبقى ما تحطيش ملح نهائي. الملح ده لازم بعد كل 10 غسلات ما نفعلش زر القرص علشان خاطر يتسحب من الملح. طب لو ما اتسحبش وما فعلتش زر القرص وانا حاطه ملح، بعد فتره كام شهر هتفتحي تانك الملح هتلاقي ريحه مجاري، لان بقى عندك ميه راكده مع ملح ما بتتحركش ما بتتسحبش، ما فيش ميه بتدخل ولا بتخرج. يبقى هنا هيبقى في مشكله للي حاطه ملح وما بيتسحبش منه، الحساس مش بيشتغل. لا، لو انت بتفعلي زر القرص طول الوقت والميه عندك كويسه ما فيهاش عسر ميه، ما تحطيش ملح نهائي مع الاقراص. الكلام ده مع الاقراص اللي بتستخدم قرص، انما اللي بتستخدم بودر تحط ملح وملمع. وتيجي بقى للمشكله اللي موجوده في الكتالوج، مكتوب، هتلاقي كل الكتالوجات اللي معاكم في غسالة الاطباق ان القرص لا يستخدم في البرامج القصيرة. طب نعمل ايه؟ طبعا في ناس كتير بتقعد تطحن كده الاقراص وتعملها بودر، معرفش ليه يعني، مع ان اشتري بودر، هو البودر اصلا اوفر، بس ما علينا. نعمل ايه في المشكلة دي؟ طبعا لو انت استخدمتي بودر، انت اصلا غسالتك لا فيها ملمع ولا فيها ملح، وعلشان تجيبي الملح والملمع وتعتمدي على تفعيل زر القرص، طب ما هو في ناس ما عندهاش اصلا تفعيل زر القرص، فهتبقى في مشكلة. لو استخدمت القرص وحطت ملح وملمع هيتسحب، لان ما عندهاش تفعيل زر القرص. كده كده الحساسين الاتنين هيشتغلوا. طب تعمل ايه في البرامج القصيرة؟ يعني ممكن مع الاقراص الصلبة تتقسم نصين، القرص يتقسم نصين. ده الكلام ده ممكن يستخدم في نص الحمولة ويستخدم في البرامج القصيرة، علشان نتفادى ان احنا نكون مجبرين، ما نكونش مجبرين نحط ملح وملمع. هو الموضوع محير، كل واحدة عندها امكانيات معينة. غسالات ما فيهاش تفعيل زر القرص، التانية عندها عسر مية
واحده لا انا ما تمام ومفيش مشكله، ولكن انا عايزه طول الوقت يبقى في ملح موجود عشان خاطر التكلسات واجزاء الغساله الداخليه. كل حد له جزئيه معينه انا حطيتها لك. واللي عنده مشكله بتقابله في موضوع الملح والاقراص يا ريت يكتب في الكومنتات علشان خاطر نتكلم عنها ونوضح للناس اكتر، علشان ما يبقاش في حد عنده شك عنده مشكله. ويا رب اكون قدرت اوضح لكم المشكله بالظبط وحلها. شكرا.